الا قالوا لي نختار تمرين واحد لكل عضله، فهاد التمارين اللي غتشوف في هاد الفيديو هي اللي غادي نكون اختاريت. اول عضله محبوبه الجماهير هي الصدر، غنختار لها احسن تمرين هو الانكلاين بريس، سواء بماشين بحال هادي ولا بليزالتير. واهم عامل هو انك تجبد صدرك مزيان في النزول، وماشي ضروري دير اوزان ثقيله بزاف اللي ما غتقدرش تنزل بها مزيان. تاني عضله واللي هي الظهر غنفرقوها على جوج، الابر باك واللاتس. بالنسبه للابر باك غنختار لك احسن تمرين اللي هو التي بار رو ولا الباربل رو. الاوزان مهمه والستريتش اهم، خصوصا في التي بار رو. بالنسبه لللاتس فكنفضل الايزولاتيرال فرونت لات بول داون، ولا لما عندكش هاد لا ماشين دير لات بول داون عاديه، والستريتش اهم حاجه دائما. بالنسبه للكتاف غنقسموهم على ثلاثه، القدام والجناب واللور. القدام ماشي ضروري حيت ديجا كيخدم مع الصدر. الجناب غنعطيه احسن تمرين اللي هو الكيبل لاتيرال ريزس باش تبقى المقاومه على طول المدى الحركي. واللور ديال الكتاف كنفضل الفيس بول. الرجلين غنقسموهم على اربعه، الجلوتس، كوادز، هامسترينجز والكالفز. الجلوتس والكوادز غنعطيوهم اهم تمرين بالنسبه ليا اللي هو السكوات بشتى انواعه، واهم حاجه هي النزول حتى لاقصى درجه باش تعطي لدوك الكوادز الماكس ديالهم. تقدر تبدلو بالهاك سكوات الا ما عندكش مع السكوات. بالنسبه للهامسترينجز غنعطيهم احسن تمرين اللي هو السيتد ليك كيرل، فيه ستريتش زوين من المفاصل بجوج وسهل في الاداء ديالو. بالنسبه للكالفز غنختار ستاندين كالف ريزز بستريتش كبير بزاف. ندوزو للبيسيبس. بالنسبه لهاد العضله فاحسن تمرين بالنسبه ليا هو الباربل كيرل، تمرين مهم بزاف بازيك وكيعطي نتائج واعره. بالنسبه للترايسيبس غنعطيك احسن تمرين اللي هو السيتد اوفر هيد اكستنشن، وركز لي على ستريتش مزيان لانه اهم بارت في التمرين. لافومبرا نعطيوها الريست كيرل، واخيرا الكريشه غنعطيوها الكيبل كرانشز. هادو هما احسن تمارين بالنسبه ليا. الا اختلفتي معايا في شي تمرين قولها ليا في كومونتير باش نشوف الاراء ديالكم. فنتمنى نكون افدت. ها المرتي ديال الكوتشين، وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معك يونس.